عزيزي المشجع الجميل، المنتخب المصري الأولمبي يفوز على المنتخب الأسباني في مباراة للتاريخ، في فوز تاريخي للمنتخب المصري والتأهل كأول مجموعة بتضم فيها أسبانيا. أنت متخيل يعني إيه أسبانيا؟ أسبانيا في المراحل العمرية دي يا صديقي لو بصيت على المنتخبات الأسبانية كلها هتلاقيها مطلعة نجوم كلهم بيكونوا صف أول. ويعني أكبر مثال على اللي أنت بتشوفه ده لامين يامال لما يكون موجود في المنتخب الأول وياخد اليورو والكلام ده. اي نعم هو مش موجود ماشي، بس انا بكلمك على ان المنتخب ده طول عمره بيطلع نجوم كبيره جدا في مراحل عمريه صغيره، يعني هم نجوم. فانت النهارده كونك انك تفوز عليهم مستريح 2-1، اي نعم في جون دخل في الكلام ده، بس انت النهارده ادائك ولا اروع ولا اجمل، وعندك مدرب النهارده المدرب ده لازم نحافظ عليه. وبرده من اللعيبه اللي لازم تحافظ عليها بشكل كبير جدا حته الماظ عندك موجوده ابراهيم عادل ده يا جدعان. يعني بصراحه بغض النظر هو بيلعب فين، احنا مالناش اي انتماءات، احنا بنتكلم على منتخب مصر. ده لاعب لازما المنتخب يفكر فيه، ده لاعب لازما كل مسؤول في المنتخب لما تبص تشوف لعيبه بالشكل ده لازما تحافظ عليها، ولازما انت كاتحاد تحافظ على المواهب بتاعتك دي علشان خاطر تجني ثمارها في الاخر ايا كان مين الانديه بتاعتها، ولازما يكون حاطط عينيك عليها، لازما متابع مع الانديه والكلام ده. ابراهيم عادل بصراحه جوهره داخل المنتخب المصري، تألق كبير جدا للمنتخب، لعيبه رجاله اداء ولا اروع ولا احسن. كل اللعيبه بلا استثناء انتوا النهارده عملتوا اللي عليكم وزياده يا رجاله. ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه لبلدنا، ان شاء الله نرجع بميداليه. لا لازم الطموح يعلى، وايا كان بقى مين هيلاعبنا، احنا كسبنا اسبانيا يا جدعان، يعني نلاعب اي حد واحنا مستريحين. ان شاء الله باذن الله المنتخب ده يحقق حاجه ويرجع بافضل مركز ان شاء الله باذن الله. بما اننا بقى بنتكلم على المنتخب الاولمبي والكلام ده كله، الكابتن خالد الغندور عمل حاجتين عكس بعض تماما. الاولى يعني فيها حاجه انا بصراحه اشد له بيها وايده عليها تماما، الا وهي لما طلع مع سيف زاهر واتكلم او رد على منتقدي احمد زيزو، الناس اللي طلعت انتقدته على الماتش اللي فات والكره ضيعها واداؤه ومش عارف ايه ومش مدي مع المنتخب وحاجات من هذا القبيل، وانه لاعب محلي والكلام ده كله اللي انا ضده تماما. على فكره انت بتتكلم على منتخب مصر فلازم تدعم كل اللعيبه، ادام اختير من قبل المدرب لازم تكون واقف معاه وداعم ليه ايا كان هو بيلعب في نادي ايه. انا ما يعني بصراحه اي نعم زيزو ممكن يغلط، اي لاعب ممكن يخطئ، اي لاعب ممكن يتنرفز، اي لاعب ممكن يصدر منه اي حاجه، مفيش مشكله، ولكن يبقى في النهايه المسانده له. والكابتن خالد الغندور طلع وقال لك ما ينفعش ودي لاعيبه مصر وما ينفعش ان احنا نصنفها اهلي وزمالك، وقال شويه كلام كده بصراحه حلوين جدا وانا بايده عليه. يجي النهارده بقى يعمل عكس كده خالص بين الشوطين بعد نهايه الشوط الاول لمنتخب مصر وتقدم منتخب مصر على المنتخب الاسباني بهدف ابراهيم عادل وصناعه احمد سيد زيزو. خرج علينا ببوست يقول لك ايه، زيزو المحلي بيعمل اسيست عالمي لابراهيم عادل وحاجه زي كده. يعني انت بتتكلم برضو انت اللي بتنكش في الموضوع، انت المفروض طالع بتقول ان ده لاعب منتخب مصر، فما ينفعش ولا تفخم ولا تقلل، اديله حقه تماما، ولو غلط انتقده، بس في النهايه انتقاد يكون كويس ويكون داعم ليه مش هادم ليه. انت بتطلع تقول محلي ومش عارف ايه وعايز الناس ترد عليك وعايز الناس تجيب في سيرة زيزو تاني. طب ليه يا كابتن؟ يا كابتن ده بوست مش موفق تماما. انت قلت حاجه كويسه وما ينفعش نصنفها اهلي وزمالك، ما تجيش دلوقتي بقى تقول للناس او يعني تنتقد الناس اللي هي كانت بتقول. لا خالص، من حق الجمهور ان هو ينتقد اي لاعب بدون تقليل من اللاعب. انا ممكن اطلع اقول احمد سيد زيزو النهارده ما كانش كويس، لا المفروض تكون احسن، عندك احسن يا زيزو والكلام ده كله. هل في النهايه زيزو وحش؟ لا طبعا، زيزو انا من ضمن الناس اللي بقول عليه لاعب حريف ومحترف بمعنى الكلمه، لاعب فيه مواصفات كتيره جدا فنيه تخدم اي فريق او المنتخب الوطني تمام، ما نقدرش نقول عكس كده خالص، ولكن احيانا ممكن يغلط، احيانا ممكن ما يكونش موفق، احيانا يعمل ماتش عالمي نطلع شيب بيه احيانا تماما جدا. ومن حق اي واحد انه يطلع ينتقد او يشيد بس بدون تجاوز في الانتقاد او بدون يعني تفخيم زياده عن اللزوم في الاشاده. لكن الكابتن خالد الغندور يعني الشيء ونقيضه، وعايز الناس تطلع وتتكلم وتقول وبيفكر الناس ان هو محلي يا كابتن
يا كابتن مش كده، فوت. نيجي بقى للجزئيه الثانيه او النقطه الثانيه في الفيديو بتاعنا النهارده، الا وهي محمد مجدي قفشه وازمات محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه بعد ما اتبدل امبارح امام سيراميكا كليوباترا خارج كده ومتنرفز وبان عليه العصبيه، وبيقلع المعصم اللي هو بيكون رابطه دوت او مش عارف ايه اللي بيكون رابطها على المعصم دي، وبيرميه بنرفزه، وبياخد التيشيرت اللي هو بتاع الاحتياط ده بيلبسه بنرفزه، ويعني عمل كده تاتش مش حلو. انا كمشجع قاعد بتفرج، لا قفشه زعلان من التغيير، وده الاحساس اللي وصل لي. سكتنا وما اتكلمناش وقلنا خلاص. جه قفشه بعد الماتش قام منزل لنا ستوري في الخريطه الحراريه بتاعته، وان يعني ما شاء الله يعني عمل 7.5 من 10 ومستواه كان حلو ومش عارف ايه. انا افهمها كده، اي نعم 0 اسيست، اي نعم 0 تهديف، بس في النهايه مش شرط كل واحد في الملعب يجيب اهداف، ده مش مطلوب منك. يعني مش شرط ان انا العب حلو يبقى انا اجيب اجوان، ما جبتش اجوان يبقى انا بلعب وحش. يا قفشه الموضوع مش كده، تمام؟ انا افهم ايه برضو من الستوري ده؟ افهم برضو ان هو بيقول لي ان انا حلو واتبدلت، ما لهاش معنى تاني. الناس زعلت وهاجت وقالت لي قفشه بيعمل كده وقفشه مش عارف ايه. قام منزل النهارده تاني ستوري بيقول يعني او فيما معناه يا جماعه والله انا كنت زعلان على نفسي، انا متعصب على نفسي، انا متضايق عشان خاطر ان انا ابتديت النهارده المباراه وما يعني ما اديتش المطلوب، او مش راضي عن نفسي بشكل كبير جدا. حتى انا منزل في الستوري بتاعي او الخريطه بتاعتي ان انا 0 تهديف و0 اسيست وحاجات زي كده. طيب تيجي تبص الموضوع يا قفشه، هو اصلا مش شرط زي ما قلت لك كل واحد يجيب جون يبقى لاعب حلو، وكل واحد ما جابش جون يبقى لاعب وحش، ده مش شرط. بدليل مثلا في لعيبه زي عبد المنعم في حاله الدفاع، عبد المنعم احيانا ساعات بيطلع بالكره ويكون مزنوق بشكل كبير جدا، وبيختار ان هو ما يطفش الكره او يشلتها باي وسيله، وبيختار ان هو يبني هجمه ويطلع بالراحه واحده واحده، وبيعمل باصه في الثانيه في الثالثه في الرابعه بتروح الهجمه وبتنتهي جون. هل هنا عبد المنعم ما عملش حاجه؟ عمل حاجه. فمش شرط، لكن انت تطلع وتتنرفز وتتعصب وفي الاخر تيجي تقول لي اصل انا قصدي على نفسي. طب انت ليه من البدايه ما تطلع كويس؟ ليه من البدايه طالع متعصب واللقطه وانت عارف الكاميرات وعارف ان في تصوير وعارف ان في ناس هتتكلم وعارف الكلام ده كله يا قفشه؟ فليه تحط نفسك اصلا في النقطه دي وفي المواجهه دي وان الناس تقول وكاني وماني ومش؟ طب ليه انت عايز اللغط ده؟ هل انا اقول ان انت قصده؟ باين لي يا قفشه ان انت قصده. انا يعني من الناس اللي بحبك جدا ومن الناس اللي انا شايفك يعني بصراحه وربنا كرمك في النادي الاهلي باهداف تاريخيه ومباريات كتيره بتنزل تخلصها وبيكون لك تاثير ايجابي في مواقف كتيره جدا وفي مباريات كتيره جدا بتكون متقفله. ولكن ليه دايما كل مره تعمل كده يا قفشه؟ نصيحه ليك، اتمنى ان انت حتى لو زعلان من نفسك، حتى لو زعلان من التغييره، ده وارد جدا عادي، انت بشر وبتزعل وبتتضايق، بس حافظ على شعورك على الاقل قدام الكاميرات، على الاقل قدام الناس والكلام ده كله، عشان خاطر الناس ما تاخدش الموضوع وتكبره وتزوده بالحجم ده. والناس هنا عندها حق، لان انا مش هفضل اخمن واقول كان يوماني. انا طالع يا عم دلوقتي وبتكلم ومصدقك، مصدق الستوري اللي انت منزله، وان انت مش قصدك على تعترض على الجهاز الفني، وان انت كان قصدك على نفسك. ويا عم الستوري بتاعت الخريطه الحراريه والكلام ده كله، انا هقول ان انت مش قصدك بيها ان انت تقول انا كويس، قصدك بيها ان انت 0 اسيست و0 اهداف. يا عم ده كله تمام وعلى راسي، بس انت ليه بتحط نفسك في المواقف دي؟ انت ليه بتحط نفسك في اللقطات دي؟ هل انت عايز تاخد لقطه والناس تتكلم واطلع بعد كده اقول معلش يا جدعان؟ طب ليه يا قفشه؟ لازم ترجع تاني لهدوءك، لازم ترجع تاني حتى لو زعلان ومتضايق، ان انت قدام الكاميرات وقدام الناس ما تبانش قوي كده ان انت متضايق، ما تبانش ان انت يعني في حاجه، تمام؟ سواء بقى منك او من الجهاز او معترض على اي حاجه، خليها جواك لحد لما تدخل بقى الغرف يكشف كسر الاوضه، محدش شايفك وانت واللعيبه، قول للمدرب اللي انت عايزه الكلام ده كله وانت واللعيبه. ارجع تاني برضو للكابتن خالد بيبو، والناس بتتكلم على كابتن خالد بيبو ان في يعني سيبان في الفرقه وفي ناس بتعترض كتير والكلام ده. اتمنى من الكابتن خالد بيبو يعني لو تتك شويه مفيش مشكله، لو انت عايز تتك على اللعيبه خد بالك، ودي رساله للكابتن خالد بيبو، دايما جمهور الاهلي في ظهر الاهلي وادارته بنسبه كبيره جدا. انت لو خدت اي قرار تاديبي لاي لاعب مهما كان اسمه، دايما هتلاقي جمهور النادي الاهلي في صفك، ودايما هتلاقي جمهور النادي الاهلي معاك. ليه؟ لان الجمهور ما عندوش اغلى من اسم النادي الاهلي، ايا كان الاسم او ايا كان اللاعب اللي بيحبه او ايا كان رصيده. انت بعد كده رصيدك ده ممكن في ثانيه يتنسف لو عملت حاجه زي الجمهور او حاجه هتاثر على الفريق بالسلب. فنصيحه
نصيحه لكل واحد معترض زعلان متضايق، خليها بينك وبين نفسك. كابتن خالد بيبو اتمنى ان انت تشد في الموضوع ده شويه، لان كثره الاعتراضات اللي احنا بقينا نشوفها الايام دي، واللعيبه تنزل ستوري وتنزل تويته وتنزل، يا عم لا، نزل وافرح. مثلا يعني قفشه منزل هو وابنه فرحان بيه، تمام مفيش مشكله، هو ووالدته في مش عارف ايه، مفيش مشكله. الامور العائليه، المناسبات، الصحبه، الحاجات الجميله دي يا عم نزل براحتك. لكن الحاجات الفنيه واللي تخص المباريات وتخص الفريق، اتمنى ان الكابتن خالد بيبو يعمل كنترول عليها ويمنع اللعيبه انها تتكلم فيها نهائي، علشان خاطر الموضوع ما يزيدش اكتر من كده. في النهايه يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو لو مش تابعنا. ريت تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.